مشاهدينا الكرام أعزائنا الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الحوار القصير حيث نستضيف أحد المختصين في المجال السينمائي، وذلك في إطار المهرجان الوطني الخامس للسينما التربوية بمدينة مكناس. مرحبا بك أستاذ الكريم. شكرا بارك الله فيك. من طبيعة الحال أنتم من المتخصصين في المجال، كيف بدا لكم هذا المهرجان ونحن الآن في نسخته الخامسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فيما يتعلق بالمهرجان نلاحظ ان هنالك تحسن بالمقارنه مع المهرجان السابق، وهو هذا التحسن يتعلق بالمؤطرين. انا اركز هنا بالدرجه الاولى على المسؤول على لجنه التحكيم السي شرف محمد، اللي بكل صدق هو انسان متمكن من اليات السينما، وبالتالي غادي يعطي واحد دفع جديد لهذا العمل. انما عندي ملاحظات بسيطه فيما يتعلق بالمهرجان ككل. نعم. لان كما كنعرفوا مسبقا بانه المهرجان خاص برجال التعليم من الفيلم التربوي، ورجال التعليم كيتعاطوا لهذا النوع ديال الفن واحد النوع ديال المحبه. ماشي كاين اللي ما عنديش حتى واحد الدرايه عميقه بالفن، ولكن عندهم محبه لهذا العمل. لكن ملاحظ انه بالنسبه للجان التحكيم كيركزوا على الجانب التقني بشكل كبير جدا، يركزوا على طريقه التصوير، طريقه الصوت، طريقه الاناره، طريقه كذا، وهي اشياء ربما كتدخل في الجانب التقني اكثر منها. فانا كنشوف بانه اذا كان مهرجان تربوي خصنا نتعاملوا معه واحد النوع ديال الليونه، ماشي بداك الجانب. وخصوصا الى لاحظتوا بانهم كيطلبوا في المذكره الوزاريه او في المذكره الاكاديميه كيطلبوا باش تكون مستوى الصوره يكون مستوى جيد جدا، ومستوى التقنيات يقول لك استعنوا بالناس المتعلقين بالسينما. واظن بانه الجانب المادي ما كيسمحش لرجل التعليم انه يدير فيلم على المستوى، خصوصا وانا كنعرفوا بانه الفيلم كيوصل حتى دعم فيلم قصير خصو على الاقل 5 مليون. نعم. الميزانيه ديال التربيه ديال المؤسسات التعليميه كلها ما كتوصلش مليون سنتيم 2 مليون سنتيم، اذا كتبقى شيء مستحيل. فغير كنتمنى انهم يراعيوا هذا الجانب، وكيصبح ذاك التعامل مع الشريط السينمائي تعامل لين مرن كيراعي الظروف ديال الانتاج ديالو، ما كيراعيش ذاك الجانب الجمالي ديال السينما ديال المهرجانات. اذا ماذا عن النص والتيمه اللي هو ربما يندرج في المجال التربوي، وهذا ما اركز وانا يعني اشاطركم الراي. نعم. إذا الشعار كما كتلاحظوا هو السينما ورهان التربية على القيم وتعميق الوعي الجمالي لدى الناشئة. صحيح أنا كنأخذ الجزء الثاني من العمل وهو تعميق الوعي الجمالي، لأن مع كامل الأسف الجانب الجمالي مازال عندنا نقص في الشباب ديالنا في التربيه ديالنا، بحيث ان التذوق الجمالي هو ليس تذوق عقلي بالنسبه للتلاميذ ديالنا، هو فقط تذوق انطباعي ان شئنا. يعني كيمشي الانسان مع ما يوجد في السوق بشكل او باخر، يعني ما يحكم عليه الاخر بانه جيد كيمشي معه في السياق. اذا حنا بغينا انه الشباب ديالنا يكون عنده واحد التعمق جمالي يحس به في الجانب الابداعي سواء كان فن، ثقافه الى غيره، لان الجمال يؤدي بنا الى التخلق، لان كان الجمال خلق ايضا، جمال التعامل، جمال الفكر ان شئنا، وهذا الجمال يؤدي في نهايه المطاف الى الابداعات بشكل او باخر. نعم. ماذا عن اسهاماتكم في هذه الدوره الخامسه؟ اسهاماتنا هو شريط العنوان ديالو باللغه الفرنسيه اونتراف مي، بمعنى قيود ولكن، وهو في الواقع كيصب في مشكلات او اشكاليات الاصلاح في التعليم. لان الشريط شنو حاولت نبلغ به رساله الشريط ديالي، حاولت نقول بانه الا بغينا الاصلاح يكون في التعليم خصنا لابد مجموعه ديال الاشياء. اولها انه ما نقيدوش رجل التعليم اولا بمقررات وبكذا وبكذا وبكذا، نعطيه واحد المجال ديال الحريه باش يمكن يبدا. ما نقيدوش التلميذ بمجموعه ديال الاشياء وخصو يدير كذا وخصو يدير كذا باش الفيلم الى تبعتوه غادي يبدا يعني في نهايه المطاف غادي تكون واحد الاستاذه اللي هي مجده وكتحاول انها تتحدى هذه القيود هذه، غادي يكون نهايتها انها القتل من طرف ما يمثل السلطه داخل المؤسسه التعليميه. ومعنى هذا هو رساله، الا بغينا الاصلاح خصنا لابد نعطي واحد الحيز اكبر من الحريه لرجل التعليم، للتلميذ، لكل شيء باش يمكن تكون هذه الحريه. هذا هو كل امر.
نعم، شكرا على ورأيكم يحترم وينقل للمسؤولين على هذا